بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام، بناء على طلبات بعض الإخوة الفضلاء في إعادة حلقة خاصة بعنوان برمنغهام التي رأيت أحب أن ألقيها على مسامعكم باللغة العربية في هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. في الحقيقة يسر الله لي أن زرت UK المملكة المتحدة قبل حوالي تقريبا 3 أسابيع، وزرت المدينة المباركة برمنغهام. أقول مدينة مباركة لما رأيت فيها من خير كثير لم أكن أتوقعه بهذه الصورة، التي أيضا رأيت فيها من شعبنا الإريتري التعاون والإخاء والتمسك بالدين والحرص على الأبناء. بل زاد تعجبي حينما رأيت كثيرا من الإريتريين قد قدموا من دول أوروبا المختلفة، فبعضهم قد قدم من هولندا، وبعضهم من الدنمارك، وبعضهم من النرويج، وبعضهم من ألمانيا، اجتمعوا في هذه المدينة المباركة، واجتمعوا من أجل الحفاظ على دينهم، ووجدوا أن مدينة برمنغهام مدينة ممكن العيش فيها مع المجاهدة الشديدة. كذلك مما أعجبني أيضا مجاهدتهم في محافظتهم على دينهم وتعاونهم وحرصهم على أبنائهم، وشعورهم أيضا بالخوف الشديد على أبنائهم، ولذلك أدى هذا إلى تعاونهم واتحادهم. في حين أيضا سرني كذلك يعني تفاهم الأسر فيما بينهم، الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج. في معظم الأسر والحمد لله بنسبة 90% متفاهمون متآخون متحابون. نعم هناك أخبار لا تسر الخاطر حقيقة، لكن برمنغهام بالذات، أنا أتكلم عن برمنغهام، هذه المدينة التي رأيت فيها أشبه ما تكون ببعض المدن الإسلامية بالفعل. رأيت الحجاب منتشرا، ورأيت وجوه المتوضئة المصلية، ورأيت مجموعات من المساجد. والأعجب من ذلك أني لما وصلت إلى سبحان الله ليريني الله عز وجل الأمرين، رأيت جنازة قد توفي فيها أحد الإخوة الفضلاء، وكان قد توفي فجأة قبل مجيئي ب14 يوما. في اليوم الذي جئت فيه كان قد صدر قرار بدفنه، فذهبت وصليت عليه بعد صلاة الجمعة، وأيضا بعد ذلك ذهبت ورأيت أيضا صليت عليه صلاة الجنازة في المقبرة. فهذا الحدث كله من حين أن صلينا عليه في المسجد، وكان يوم الجمعة، وكذلك صلاة متابعة الدفن في المقبرة، وحضور الناس بمختلف قبائلهم وجنسياتهم وبمختلف توجهاتهم ومدارسهم، قد حضروا وودعوا أخاهم هذا، وعلى وجوههم الحزن، وأيضا تشعر أن قلوبهم تدعو له حقيقة بالرحمة. الرجل طبعا يبدو لي أنه كان من الصالحين، لأن الجميع كان يثني عليه خيرا. ومن العجاب أيضا أن هذا الرجل قد جاء من السويد فارا بدينه إلى أقرب مدينة يمكن العيش فيها. فالذي خرجت حقيقة من هذا كله أن الناس في خوف كشديد على دينهم. أقصد بالناس الذين يعيشون في أوروبا، ونحن تكرارا ومرارا نقول من خلال هذه، أنا أقول يعني أنا وإخواني من خلال قناة سلام نحث الناس للخروج من أوروبا إلى بلاد الإسلام.
فوجدت أن هذا الشعور أيضا موجود فيهم بدليل اجتماعهم في هذه المدينة لأنها أقرب ما تكون. ولو كانوا يستطيعون الخروج من برمنغهام إلى دولة أخرى بنفس المواصفات وبنفس التيسير، ويأمنون على أنفسهم ويأمنون على أموالهم ويجدون أرزاقهم، لا أعتقد مما رأيت من الخير أنهم لا يترددون في الخروج أبدا. دعونا نستمع إلى مقطع المقبرة ثم نكمل ونواصل معكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأكارم. لما فوجئت بوفاة هذا الأخ سمعت أن الناس تثني عليه خيرا، وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فلما سأل الصحابة: ما التي وجبت يا رسول الله؟ قال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت عليها النار. ثم قال: أنتم شهداء الله في أرضه. والحقيقة سرني ثناؤكم العطر على هذا الرجل، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. تذكرونه بأنه مربي وأنه مصلح، وترك السويد بلاد الفساد إلى أقرب ما يكون إلى بلاد الصلاح في برمنغهام. وأحسب أن الله عز وجل قد احتسب أجره عنده سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولما يقول ربنا عز وجل وقع أجره على الله، أي أن أجره عظيم لا يعلم قدره ومكانته إلا الله. ولما رأيت هذا الرجل رأيت وجهه وجه مستنير كأنه نائم، وهذا الوجه لا يكون إلا لمن رأى ملائكة الرحمة والعلم عند الله. فقد رأيت أيضا وجوها أخرى كانت فزعة كأنها رأت أمرا والعياذ بالله قد أفزعها. فالوجه له أيضا علامات وله حقيقة ما يسمونه بلغة العين أو لغة الجسد. فجسد هذا الرجل ووجهه أنا لا أعرفه، لكن في وجهه الخير والبراءة. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى ومنه وصفاته العلى ومنه وكرمه أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. من علامات حسن الخاتمة لهذا الرجل أمرا عجيبا أيضا. في برمنغهام وفي دول أوروبا عموما لا تستطيع أن تدفن قبل أن تسد أو تدفع قيمة الأرض. يعني المقابر هناك برسوم، ورسوم عالية جدا أيضا، يعني لا تقل في برمنغهام حسب ما أخبرني الإخوة عن 4000 جنيه استرليني. يعني أنت تتحدث عن أكثر من 20,000 ريال سعودي من أجل أن تدفن. وهذه مصيبة حقيقة من المصائب وكارثة من الكوارث. لكن ومع ذلك المسلمون في برمنغهام وفي غير برمنغهام تغلبوا عليها بإنشاء جمعيات خيرية، وهذه الجمعيات هي برسوم، والجميع يدفع هذه الرسوم الخفيفة من أجل لو حصل وفاة تتقدم هذه الجمعية مباشرة لدفع هذه الرسوم إلى الحكومة حتى يعني يعجل بدفن الميت. كما تعرفون أن السنة تعجيل دفن الميت إذا مات يجب أن يدفن في نفس اليوم إن تيسر، فإن تأخر يوم أو يومين فلا حرج، ولكن إكرام الميت دفنه كما قال النبي عليه السلام: فإما خيرا تقدمون إليه أو شرا تضعونه عن رقابكم. أسرعوا بالجنازة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإما خيرا تقدمونه إليها أو شرا تضعونه عن رقابكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل سارع في دفن الرسوم التي عليه قبل أن يموت، وكتب في ذلك كتابا. الجمعية اتصلوا بي وقالوا: الرجاء منك إبلاغ الناس لسرعة سداد رسومهم، فإن نعاني من ذلك. كثير من الجمعيات أو كثير من المشتركين في جمعية إكرام
هي اسمها جمعية إكرام. الآن سنقرأ عنها. هذه بين يديكم جمعية الإكرام لخدمات الدفن. هي جمعية مسجلة لدى مفوضية المؤسسات الخيرية البريطانية، تقدم خدمات لأعضائها المسلمين من الإريتريين وذويهم في منطقة ويست مينلاند أو هكذا. عمل الجمعية الأساسي هو إكرام الميت ومساعدة ذويه، وذلك بإكمال وتسهيل إجراءات الدفن من سداد رسوم الدفن والإجراءات المتعلقة بذلك. هذا أيضا رقم الجمعية أمامكم. الجمعية طبعا معروفة بين برمنغهام، لكن أنا أتكلم عن هذا التعاون الطيب، وأتكلم عن هذه المبادرة الطيبة في دفن الموتى بأسرع ما يمكن. ثم بعد ذلك يعني ممكن جمع هذا المال من بقية المسلمين بعد دفن الميت حتى لا يتأخر. الشاهد، أنا أقرأ عليكم الآن وصية أخونا حبيبنا جمال عبد القادر، ماذا كتب قبل أن يموت بفترة. قال: السلام عليكم أستاذ أبو نشوى، يبدو أن هذا أبو نشوى أحد المسؤولين في الجمعية. كيف حالك؟ أتمنى أن تكون بخير مع أسرتك الحبيبة. فيما يتعلق رسوم العضوية دفعتها عن طريق بنك الريان. قال سبحان الله كأنه كان شاعر أنه سيموت قريبا، فبادر ودفع. وهكذا المؤمن أيضا يعني يكون مستعدا دائما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا، الموفق من وفقه الله يا إخواني، بحسب ما في نيته من الاجتهاد. أكمل القراءة. قال: آمل أن تكون قد استلمتموها. عندما كنت في السويد أعتقد أن عائلتي كانوا أعضاء مع إكرام، ولا أعرف ما إذا كانوا قد دفعوا رسوم العضوية أم لا، فيرجى إشعاري بذلك حتى أسدد ما عليهم من متأخرات. بارك الله فيكم. جمال عبد القادر. يا سلام على هذا الكلام، رحم الله جمال، والحمد لله الذي وفق أخانا جمال إلى دفع هذه الرسوم. والموت يأتي فجأة إخواني. من هذا المنبر أحث إخواني في برمنغهام وفي جميع أنحاء أوروبا وأمريكا وأستراليا، خصوصا الذين يدفعون مثل هذه الأمور، أن يكونوا مستعدين لمثل هذا ولا يحرجون إخوانهم. ومحاولة أن من هذه الأمور حقيقة يجوز لهم أن هذه من الأمور التي يجب أن تصرف من مال الشخص قبل أن تقسم الورثة بلا شك، وليست هي أيضا في الوصية، وإنما هذه من ضمن الأموال كسداد الديون ومصاريف الدفن، تعتبر هذه تابعة لماله الشخصي. لذلك إذا كنتم يعني تجدون حرجا في السداد فعجلوا بالسداد رسومكم لدى هذه الجمعية المباركة. من هنا أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء الجمعية. ونحب أيضا أن نستضيف حبيبنا، أعتقد أظنه عبد الرزاق، أي نعم، فنحاول أن نحاوره ويعطينا نبذة عن هذه الجمعية وماذا يريدون بالضبط من خلال رسالته الصوتية الآن. فالسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حبيبنا عبد الرزاق، أخبارك؟ أهلا وسهلا شيخ جمال، الشيخ برهان، أهلا وسهلا. الحمد لله حياك الله. أنا وجمال إخوة. إخوة. يقول الشاعر: السكوت في حرم الجمال جمال. فما أعتقد أن احنا نزيد، لكن إن شاء الله نحاول نضيف لمسة، لكن ما شاء الله أوجزت وكفيت. جمعية إكرام طبعا انشئت من 2016 لخدمة الجالية، ومن اسم الجمعية فهي إكرام، لإكرام الموتى. وأكبر مشكلة كانت بتواجه وما زالت تواجه الجالية المسلمة في أوروبا هي تكاليف الدفن. فلذلك لإكرام الميت أول حاجة بتكون الدفع، فالإكرام بتقوم بسداد تكاليف، ومن ثم إذا في إمكانية بنعمل لها كليم أو استرداد من الحكومة. طبعا المساهمات التي بندفعها كلنا كمساهمين في الجمعية ما تكفي فرد يدفع فرد، لأنه المساهمة عشان تكفي تدفن فرد واحد يحتاج أنه يسدد حوالي 70 سنة.
ولكن لأنها أوه. جمعية ولكن لأنها جمعية خيرية تضامنية تكافلية، فهي يعني اللي حدفعه اليوم، أنا اللي حدفعه ممكن يعني ما حيكفيني لو دفعت كمان 30 40 60 سنة حتى تكفي مصاريف عالية. ولذلك الإكرام وجميع الجمعيات الموجودة في أوروبا هي بتسعى إنها تخفف عبء على أهل المتوفي. فأهل المتوفي أول حاجة بعد مصيبة الموت بيجي مصيبة من فين ندبر المبلغ. طبعا زمان كانوا بيعملوا حملات ويجمعوا لبعض ويسددوا. فأهل المتوفي برضو بيكونوا في حرج ما بين إنهم يكونوا عالة على المجتمع، وإنهم يكونوا يبغوا يدفنوا قريبهم أخوهم. فالناس ارتأوا انهم يعملوا الجمعيات هذه للتخفيف عن الاهل، والحمد لله يعني ماشيه الان. جمعيه الاكرام عندها حوالي 406، او مش حوالي بالضبط 406 مشترك، هذول اللي يدفعوا الاشتراكات، لكن المستفيدين فوق ال 1350 فرد. عجيب. كم نعم. يكلف دفن الميت يا عبد الرزاق؟ 3500، وطبعا بتزيد كل سنة بتزيد. 3500 باوند هذا للفرد البالغ. للطفل للطفل 250. 3500 باوند مبلغ كبير، مبلغ نعم، كبير أخي عبد الرزاق. نعم. مبلغ كبير. وأنتم عدد والمبلغ المشتركين عندكم 650، عدد قليل جدا. وهل الجميع يعني فعلا منتظم بالسداد؟ والله الحمد لله الآن يعني جميلين جدا الناس، متعاونة كثير. احنا طبعا نتمنى انه يكون اول باول، وهو احيانا نحتاج متابع، ولكن في الاغلب هم ما شاء الله مسددين في اوقاتهم. آه، والله وزي الاخ جمال الله يرحمه، انا ما كنت اعرفه شخصيا، لكن ما شاء الله ذكره الحسن في الكثير. آه، طبعا اشتراكاتنا احنا سنويه. في شهر في شهر 12 اتصلت علي اخت، قالت انا اديني رقم الحساب عشان اسدد. فسددت الضعف. فقلت لها يا اختي انت مسدد الضعف؟ قالت لا انا عشان اتاخرت. فالجانب الانساني هذا ان هي حاسه انه المفروض تسدد في وقتها واخرت، رغم احنا ما عندنا بغرامه تاخير. لكن يعني عجبت انه ما شاء الله انها حريصه انها تسدد، وحريصه انها كمان انها ما تتاخر. ما شاء وفي الله. بدايه السنه وفي بدايه ما شاء الله. السنه وفي بدايه السنه سددت. يا شيخ والله انا يعني ما حقدر اقول اسمها، لكن ادعو يعني اسال الله يعني ادعوكم ليش ان ما تدعوا تقول لها. اسمها؟ ليش ما تقول؟ أنا أعتقد أنها صفية عبد القادر، هي أخته الكبيرة ولا لا؟ لا لا لا، هي مش اختي للامانه. ليس أخي. للامانه هي لا، هي هي أخت آخر. طيب. تمام. هي سددت في وقتها. سددت غرامة تأخير. هي فرضت نفسها غرامة تأخير، وبعدين حصلت وفاة. اتصلت قالت أنا أبغى أتبرع للأخ المتوفي إذا ما كان سدد. قلت لها لا والله هو مسدد. طبعا بالمناسبة يعني ما شاء الله الشيخ ال- الأخ جمال هو مسدد. واول ما توفى يمكن اكثر من نفرين او ثلاثه انفار سددوا عنه، ورغم انه هو مسدد. وبعدين اكتشفنا، انا اتصلت بابو نشوى قلت له بالله شوف حكايه الرجل هذا، يعني كذا واحد مسدد له وهو مش مسدد. فارسل لي رساله قال لي لا هو مسدد وحريص سبحان الله يعني. فالاخت هذه اتصلت، يعني معلش خرج على الموضوع، اتصلت مره ثانيه بعد حاله وفاه، قالت انا ابغى اتبرع للناس هذولا اذا يحتاجوا حاجه. فاحنا قلنا له والله التبرع يكون مباشره وليس عن طريقنا. فاهل الخير كثير. مصادر دخلنا قليله، هي على المساهمات وليس على المساهمات فقط. ف يعني زي هذه الاخت مثلا لو الناس تتبرع طيب. طيب يا عبد الرزاق، ايش كلمتك الان قبل ان ننهي المكالمه؟ ماذا تحث ال يعني الاريتريين في برمنغهام او في اوروبا عموما، خصوصا باتجاه هذه الجمعيه؟ ما هي كلمتك؟ أنا والله كلمتي هي إنه الإنسان المسلم يشترك في أي جمعية أيا كانت، لأنه إحنا غرضنا ليس التسويق للإكرام، لكن الاشتراك في أي جمعية كانت موجود هو فيها، سواء كانت
يعني جمعية إريترية أو غير إريترية، لأنه المصيبة تصبح مصيبتين إذا أحد مو مشترك مع أي جمعية تتولى أمور دفنه. طيب، جزاك الله خير حبيبنا عبد الرزاق، أتقدم أهلا إليك وسهلا. بالشكر الجزيل من هذا المنبر، وأدعو جزاك. جميع الإخوة في برمنغهام للدخول في هذه الجمعية ومسارعة سداد الرسوم. ومن كان من ذوي اليسار ولديه مال وافر فإن هذه من الأعمال المباركة، وهو حق من حقوق المسلم. حق المسلم يعني المسلم 5، ومنها اتباع الجنازة، ومن اتباع الجنازة مساعدته في أداء رسوم الدفن، لأن هذا رسوم يعني فرضته الدولة وهو يعني خارج. أما في بلاد المسلمين فالدولة هي التي تسدد. يعني في تركيا مثلا الدولة تقوم بكافة تجهيز الجنازة، تستلم الجنازة من المشفى، ثم تكلف البلدية بحمل هذه الجنازة وغسلها، ويعني أيضا توفير عربة لها، وكذلك أيضا يعني فيما يتعلق بكافة إجراءات الدفن من كفن وطيب وما إلى ذلك، وتكلف إماما يأخذ الجنازة مع ذويه إلى المقبرة ويدفن على مقابر المسلمين في مقابر المسلمين على على منهج أهل السنة والجماعة، ويدفن في مقبرة لحد وليس شق، وإنما يكون لحدا يلحد، وهكذا تتولد. هذه من بركات بلاد المسلمين. أما في أوروبا فمضطرون الإخوة أنهم يقومون بمثل هذه الجمعيات من أجل سداد الرسوم، لأنهم يعتبرون أن الأرض ملك للدولة. على كل حال، عشنا هذا الجو من الحزن ومن الإيمان ومن الدفن في مقبرة أخينا حبيبنا جمال عبد القادر رحمه الله، ورأينا أيضا ما تقوم به هذه الجمعية. هذا ما كان لم يكن له مخططا حقيقة، وهو يعني يدخل ضمن قوله تبارك وتعالى، يعني وأنه هو أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا. كان الهدف من الزيارة هو حضور عرس أحد أبنائنا النجباء المباركين الحفظة لكتاب الله، بثق من عائلة مباركة طيبة، عشنا سويا في المدينة المنورة، عائلة أخينا أول الخير عبد القادر دراجمات، عشنا سويا طلابا في الجامعة الإسلامية. هو تخرج كلية الشريعة، وأخوكم العبد الفقير إلى الله تخرج من كلية الحديث الشريف، فعشنا زمنا طيبا. فابنه هذا وابننا أيضا من الرضاع أحمد جزاه الله خيرا. فهذه الأسرة المباركة التي تحمل أيضا أوراق الجنسية السويدية، وهاجرت بعائلتها كاملا إلى برمنغهام بعد محاولات هجرة أيضا إلى بلدان إسلامية أخرى، بحثا عن أفضل مكان يعني يتمسكون بدينهم فيه، فكان برمنغهام هو الخيار الأخير، أو ما نستطيع أن نقول خيار أخير. احنا نتشوف أن أبا أحمد وأم أحمد يعني أم هاجر المشهورة بأم هاجر أن يهاجروا أيضا من برمنغهام إلى بلدان إسلامية، ولكن حقيقة هاجروا إلى برمنغهام وكان في هجرانهم الخير الكثير لأنفسهم وللشعب الإريتري أيضا. فأم هاجر هذه هي من حفظة كتاب الله، بل هي معلمة ومدرسة وممن ساهمت في تعليم القرآن الكريم. وأبو أحمد أحد الدعاة الصامتين، يدعو بصمته أكثر مما يدعو بكلماته. دعوناه كثيرا للخروج في هذه الشاشات من أجل أن يستفيد الناس بعلمه، ولكنه جزاه الله خيرا يرى أن الدعوة بعمله خير من الدعوة بلسانه، وله دروس حقيقة في داخل برمنغهام حسب قدرته. لكن كفانا أنه أخرج لنا أسرة طيبة وأبناء حفظ لكتاب الله. فبنته هاجر قد تزوجها حبيبنا يزيد،
وابنه أحمد وكذلك محمد، كلهم حفظ لكتاب الله، وكلهم من الإخوة من الأبناء الطيبين. الحقيقة هذه أسرة واحدة، نموذجا طيبا من الأسر التي رأيتها. هناك أسر كثيرة مثل هذا أيضا، والحمد لله رب العالمين. حضرنا هذا الزواج، وكان زواجا في قلب أوروبا، زواجا إسلاميا شرعيا مباركا، بعيدا كل البعد عن المخالفات الشرعية، قريبا كل القرب إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وأنا أتوقع مثل هذه الزيجات المباركة هي التي تنجز لنا عوائل طيبة وذرية طيبة ويحصل فيها الخير والبركة. أما الزيجات التي يكون فيها مخالفات شرعية وتغضب الله عز وجل، فمع الأسف سرعان ما تنتهي. لا أريد أن أطيل عليكم بكلامي، أنتم شبعتم من كلامي كثيرا، لكن كانت هذه شهادة يعني، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فهذا الذي رأينا من هذه الأسرة المباركة المجتهدة في تربية الأبناء في ظل الظروف، علما أن أبنائهم أيضا جميعهم تخرجوا من جامعات أوروبية بدون سداد رسوم أقصد بدون أن يتحملوا أي ربا، سددوا مبالغ التعليم رغم بهاضتها ورغم كثرتها من خلال جهودهم في أعمالهم الخاصة ودخولهم في بعض الاستثمارات، وأنهم اجتهدوا حتى علموا أبنائهم دون أن يأخذوا فلسا واحدا من الحكومة يعود عليهم بالربا. يا سلام، والله لمثل هذه العائلة يرفع لها القبعة احتراما وتقديرا إن صح التعبير يعني، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. وهو أيضا حجة على من يقول أنا لا أستطيع أن أدفع الرسوم ولا أستطيع، فلذلك سأخذ رسوم الدولة وأسدد الربا. هذا ردا على كل من يتساهل في تعليم أبنائه من خلال الربا ويلوي أعناق النصوص ويرى أن هذا يجوز وهو من المضطرين، ويرى تعليم أبنائه بالربا والعياذ بالله. لكن هذا النموذج الآن أمامنا، أسرة طيبة مباركة علمت أبنائها من غير أن يكون. يا أخواني، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإلى التقرير. وحول الحول السمراء أتيناكم كان تقرير يعني مرئي حول صالة الأفراح التي حضرنا فيها زواج ابننا أحمد أول الخير عبد القادر جراجمات، وحضر طبعا جمع كبير من الإخوة الفضلاء. طبعا كما رأيتم ليس هناك أي اختلاط وليس هناك أي موسيقى، وكنت أتمنى أن أخي أبا أحمد يستأجر فرقة إنشادية لتحيي العرس حتى يصبح عرسا طيبا. وإن كان هو يخالفني الرأي في هذا المجال، يقول لا تقول حتى يصبح عرسا، هو عرس هكذا. إنما أنا أقصد
ب يعني إعلان النكاح والضرب عليه بالدف، والدف ليس خاصا بالنساء كما وردت بذلك بعض النصوص. لا شك هناك خلاف بين أهل العلم، لكن الذي حقيقة تطمئن إليه نفسي أن مثل هذه المواقف يعني في الأعياد وفي الأعراس ينبغي أن يكون هناك شيء من الاحتفال وإظهار الفرحة والبهجة والسرور. لذلك رأيت أن أنشد بهذا النشيد: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمرة ما جئنا نحييكم. وكنت أتمنى أيضا الكنترول هنا أن يأتي بنشيد عن الأعراس، لا يأتي بهذه النغمة، وإنما مثلا: هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر، هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر، ربنا يحفظه من عيون البشر. هكذا تزوجنا ونحن صغارا، يعني أقصد فترة الزواج، وكانت هذه الأناشيد في فترتنا. اليوم هناك أناشيد كثيرة جميلة جدا أيضا عن العرس، فمثل هذه الأناشيد في مثل هذه الأوقات مناسبة. أما المواعظ ولقاء المحاضرات، لقاء الكلمات في الأعراس، أنا لا أرى أنها مناسبة أبدا أبدا. المواعظ لها مكانتها، والكلمات لها أيضا أماكنها، لذلك لا نخلط هذا بهذا. فأيضا أجريت لقاءات في داخل العرس، وكانت هذه اللقاءات جميلة تعبر عن عظيم الفرحة. الحقيقة كان طبعا كما قلت لكم لم يكن مختلطا، وكانت فترة الصالة أيضا محددة من الساعة 1 حتى الساعة 4، وقد تأخرت على أخي أبو أحمد في المجيء وزعل علي، ومن هنا أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع المشاهدين أعتذر لأخي أبو أحمد تكرارا ومرارا على التأخر الذي حصل، ولكن استمتعنا حقيقة. وكان الأكل أيضا بالمناسبة بالمقهام لم يختلف عليه طعامها عن المملكة العربية السعودية. يا الله، مطابخ ومطاعم من أجمل أنواع الطعام واللحوم بأشكالها. كنت أتمنى أن أذهب هناك وأقلل أخفف قليلا من هذه الشحوم، فإذا بالمطاعم والعزايم والطعام لم يختلف عليه شيء. سبحان الله. اللهم كتر الإخوان وفرقهم في كل مكان، قال لك السوداني. اللهم كتر الإخوان وفرقهم في كل مكان. فإلى التقرير الأول. والله تبقى حليفو، بارك الله فيكم وشكرا والف شكر ان شاء الله. الله يبارك وبركتك يا شيخ برهان يا اخي. نظام دقنا اخي شباب انتي رسالتهم. والله جهم لو مجهم بمرعو مرعو كم تصبق يلن نتندقنا والدك انتي تولون. والله تمرعوان بلن مرعوا ان شاء الله من نسيما كله مع الخير، كله ربي يفرح ما شاء الله. هون لا تحقاسكم مخمية الحج. والله نحن مبسوطين الحمد لله. انت بارك الله فيكم. السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله يجعل لنا فرح لنا ولكم جميعا إن شاء الله، ويجمعنا في خير إن شاء الله في أرضنا الوطن إن شاء الله. جميع الإريتريين تكونوا بالسلام في كل مكان في أرض القربى إن شاء الله. يجعلنا في خير وعلى خير، نتجمع على خير في بلادنا إن شاء الله. جزاكم الله ألف خير، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، الأول هو العم صالح سعيد، والد أم هاجر، والد هذه المرأة الصالحة التي نحسبها والله حسيبها. هذا الرجل هو الذي رباها، وهو أيضا كان ساكن في السويد، وقدم في الحفل، وكنت قد التقيت به قبل حوالي 25 سنة في المدينة المنورة، ولا تزال توجيهاته وإرشاداته في ذهني، وقد استفدت منها كثيرا. ملخص كلامه يقول: يحث الفتية والفتيات على الزواج المبكر في ظل هذه الظروف التي نحن عليها. هناك عزوف كثير من الفتيات والفتية لا يريدون الزواج تأثرا بتوجه الغرب والعياذ بالله، وهو الآن يحثهم ويقول: تزوجوا فإن في الزواج الخير والبركة. الرجل الثاني هو والد العروسة،
وأيضا هذا الرجل سمعت عنه خيرا كثيرا، أخبرني عنه جمال أخي، أخبرني عنه أيضا عبد العليم، والجهود التي بذلها في تربية أبنائه أيضا في السويد وكذلك في برمنغهام. هو من هاجر أيضا من السويد إلى برمنغهام لأنه وجد أن برمنغهام أقرب ما تكون الإسلام كما وصلنا، فجزاه الله خيرا وجزا الجميع خيرا. نواصل. عن انطباعك لهذا العرس ولوفاة جمال أخينا بالأمس. الله يرحمه ويحسن إليه. جمال مات فجأة، كان بيننا وافتلتت نفسه ومضى إلى الله سبحانه وتعالى، سبقنا إلى الله، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له. وحقيقة كان خبر محزن ويوم محزن، وتصادف مع وجودك يا شيخ برهان. السلام عليكم. وبالنسبة لهذا الزفاف سبحان الله، يعني احنا امس كنا حزينين بوداع الرجل واليوم نفرح بزواجه. سبحان الله، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرينا شيئا من آياته. الله جل وعلا وأنه أمات وأحيا وأنه هو أضحك وأبكى. سبحان الله، أمس الناس تبكي اليوم يضحكون، وأمس يودعون واحد واليوم يتزوج هذا عشان ينجب، وهكذا الدنيا. الرحمن الرحيم. والآن سنلتقي بفارس هذا المقر، إنه العريس. عليكم. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ونريد منك كلمة للشباب. نقول للشباب لا تنسي حارسا إن شاء الله، هي سهلة والله يوفق، أتم نسك دينكم إن شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام، شكرا. الحقيقة كان بودي أن أطلعكم على مجموعة كبيرة من اللقاءات التي أنا أجريتها، فقد زرت أيضا لندن والتقيت بشيخنا وحبيبنا تاج راسنا البروف جلال الدين حمد صالح، وكذلك زرت بعض الإخوة الفضلاء ووقفت على بعض الأعمال هناك، ورأيت حقيقة مدينة لندن جدا جميلة. أما برمنغهام تعتبر قرية بالنسبة لمدينة لندن، لكن يميزها تمسكها بدينها. وأخبروني شباب أن ثمة هناك مسجد واحد فقط مسموح له أن يؤذن أذان العصر فقط، مسموح له أن يؤذن أذان العصر فقط في داخل برمنغهام، ولا أدري ما إذا كان هذا أيضا موجود في لندن أو لا. لكن حقيقة مدينة برمنغهام مدينة يعني من حيث المناخ ومن حيث البنية التحتية فهي تعبانة جدا، هي تعبانة جدا، لكن من حيث الدين والتمسك بأهلها فإن وجود الباكستانيين بتلك الفترة وتجمعهم في هذا المكان كونوا حقيقة يعني مجموعة طيبة من المسلمين، ولديهم محلات وتجارات واستثمارات كثيرة. فكان ما كان كما رأيتم وقدوم الناس إليهم، ليس فقط الإريتريين بل حتى الجاليات الأخرى قد قدمت إلى برمنغهام لتستفيد من هذا الخير. ومما سرني أيضا يعني اجتماع بعض النساء فيما يتعلق ببعض المواد الخبيثة السيئة التي تفرضها الدولة عليهم كالشذوذ الجنسي والمثلية وما إلى ذلك. فقد كونا هؤلاء الأخوات مجموعات من أجل الإنكار على الحكومة ومواجهة هذا الموضوع ومحاولة أيضا إصلاح أبنائهم في بيوتهن، يعني بمعنى عملية إيجاد الأمور المضادة لمثل هذا الأمر. فإذا كانت المدرسة تعلم الشذوذ فإن البيوت تعلم الطهارة وتعلم العفة والخير. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم في هذه الحلقة، وحقيقة أنا سعدت جدا من أعماق قلبي لما رأيت من التعاون على البر والتقوى في الأحزان والأفراح، ولما رأيت من حرصهم أيضا على أبنائهم. فإن الطفل يخرج من المدارس الحكومية ما أن يلبث حتى يذهب إلى المدارس الإسلامية 4 ساعات أخرى ويأتي بالليل قد متعبا ثم ينام. ورأيت أيضا مما سرني من التفاهم الأزواج مع الزوجات وحرصهم على عدم الخلاف، وهذا شيء عظيم حقيقة يشكرون عليه. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. هذا الذي أنا رأيت، ربما تكون هناك صور أخرى أنا ما وقفت عليها، لكن كما يقولون الطيور تقع على أشكالها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين وأن لا نختلط إلا مع الصالحين، ونسأل الله تعالى أيضا لإخواننا الآخرين أن يهديهم الله وأن يصلحهم، ولا ندعي الكمال فإن الأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير، وأن يغفر لنا وأن يستر عيبنا، وأن يثبت إخواننا، وأن يوفقهم كما انتقلوا من بلدان
الكفر إلى برمنغهام أن يوفقهم من أن ينتقلوا إلى بلدان الإسلامية لتكتمل فرحتهم وإكمالهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.